أصدقائي صديقاتي، شلونكم أخباركم؟ إن شاء الله الكل بخير وصحة وعافية. رجعت اليوم وياكم بفيديو جديد، وعندي اليوم ضيوف حبيت أطبخ وياكم ونتشارك أنا وياكم بفيديو اليوم. هنا عندي اللحم قاليته وشوية أخذت لحمسة بسيطة، أجيب البامية عليه هي والثوم. طبعا أنا أحب الثوم شوية هواية بالبامية. هنا أصدقائي أكو ناس يحبون البامية بس حمص يحمسون ما يخلولها شو مي، لا أنا أضيف لها شو مي تسلق ويا اللحم وبعدين أكمل مرقة البامية. هسه تعالوا وياي وشوفوا شنو راح نسوي لليوم. وهنا أصدقائي عندي دجاج طلعته وغسلته غسل كل زين بعد حيث المي مالته شلون صفى، وهسه أكيد همنا راح أطبخه وياكم، بس بعد عندي غسلة ثانية إله. وهسه ابقوا وياي وتعالوا وياكم نكمل فيديونا اليوم. ان شاء الله الفيديو اليوم يكون ممتع. وهنا اقول لكم اللي يوصل لهنا لا ينساني باللايك، حبايبي شجعونا وحفزونا، خلونا اللايك الحلو من ايدكم الحلوه. هنا اصدقائي عندي الدجاج خليته يسلق، اليوم ما اريد اسوي تشريب او شي، راح اسلقه وبعدين اقليه واخليه على التمن. الباميه بدت تغلي بعد ما شلت الزفره، حبايتين من الهيل وشويه من بهارات الدجاج. انتو بعد المطيبات براحتكم. راح اخليها شوية فلفل اسود واتركها لعند تستوي، وبعدين اكمل القلي مالتهم. هاي الطماطة مالتي، طبعا انا الطماطة امرتها بايدي واخلي عليها ملح هسه واتركها شي 10 دقايق واجي امردها بعدين بايدي. اصدقائي خليت مي الطماطة لعصير الطماطة وخليت معجون تقريبا خاشوقتين الى 3، راح اتركها لعند تغلي وتكمل، واكيد انتو وياي وراح تشوفون بالنهاية. يا حلوين بعد ما خليت المرقة مالتي تفور عندي والدجاج سلق، بديت بالمقبلات. طبعا اني اخر شي اسوي التمن، اخر شي لان التمن بس يبرد يصير مطيب وكلكم تعرفون هذا الشي. هسه هنا حبايبي راح اسوي زلاطة اللهانة واسوي الدجاجيك، واكيد طريقة الدجاجيك راح اسوياكم على طريقتي اني، هو شي بسيط والكل تعرف بس احب اشارككم اني يومي. هنا كملنا السلطة مالتنا صارت تجنن. هنا بنات كل شي ما اضيف عليها لاني يقرب عندي وقت الغداء. يلا اضيف عليها الليمون، عصير ليمون، واضيف عليها دبس الرمان وملح. وهنا عندي هذا الخيار ثرمته للدجاجيك، احتاج عليه عصرة ليمون، نص ليمونة اعصرها عليه يصير طعمها يجنن. اصلا دجاجيك ما بيه حموضة مو دجاجيك مطيب. هنا خضفت اللبن عليها وراح اخفقها واعوفها هم هيجي، بعدين اضيف عليها النعناع المجفف. احتاج بعد لبن. عندي دجاجيك يا بنات وصار طعمه يجنن. بعد راح اعوفه هيجي اني، وبهذا المعون راح اقدمه بس ازينه بالنعناع المجفف وقت التقديم ان شاء الله. اكيد انتو راح تشوفون. يا صديقاتي طبخت التمن الابيض، طبعا ما صورت لكم التفاصيل لان اكيد الكل يعرف هذا الشي، بس اني لازم اراويكم شنو سويت لليوم. وهنا بلشت طبخت التمن وراح انتظر التمن يكمل وبعدين ابلش بباقي تفاصيلي لليوم. راح اسوي تاتشينة سريعة، يعني هالموجود عندي اسويه، وزيت خليت كلش قليل اني، بس راح احمص بيه الشعرية وارجع وياكم اكمل باقي طريقتي. وسويت قليل لان اريده على ماعون واحد البلم اللي راح اخلي عليه الدجاج، اريده بيه تاتشينه بس. عشان صار لونها ذهبي اخلي المي عليها هسه اتركها. اني احب التاتشينه حلوه مو مالحه، اكو مالحه مرات اسويها والله، بس هسه عاجبني اسويها حلوه. خاشوقتين شكر كلش كافي. راح اتركها لان تستوي عندي يا حلوين. ضفت عليها البازاليا والجزر وراح اتركها تتهدر هي. وبنات خليت عليها القرفة اللي هو الدارسين المطحون همينه شوية، وراح اتركها تتهدر هي والبازاليا من وقت الصبح.
بنات الدجاجيك خليت عليه النعناع المجفف وطعمه بنات يصير يجنن. جربوه، خلوا عليه النعناع المجفف وليمون وشوفوا الطعم مالته يصير يجنن واحلى مقبلات. حبايبي ما رديت افوت عليكم اللقطة هذه، بديت بالصب ان شاء الله. خضارنا وصل، هسه اكيد راح اراويكم السفرة، بس مو على السفرة، اراويكم هنا بالمطبخ. تشوفوا شي حبايبي، صبيت الدجاج بهذه الطريقة، وهاي التاشينة مالتنا اللي سويتها وياكم. وقليت الدجاج خليته عليها، وهذه المرقة مالتنا اللي تجنن وريحتها تخبل من الابيض والزلاطة والدجاجيك مالتنا والخضرة، وخير ونعمة من رب العالمين. وهسه راح نقدم السفرة مالتنا للضيوف. وهنا اقولكم لا تنسوني باللايك والاشتراك وتفعيل زر الجرس. دمتم في رعاية الله وحفظه، في امان الله.